الناس اللي بتدعي كتير وبتقول إن ربنا ما بيستجيب لهاش، الفيديو ده عشانكم. وأنا براجع سورة مريم بستغرب جدا من إن سيدنا زكريا دعا ربنا إنه يرزقه ولي من غير ما يحدد ذكر ولا أنثى، وده عشان يورث حكمته وعلمه. بس الشيء الغريب بقى إن بعد ما ربنا بشره بالولد قال له إزاي يا رب يكون ليا ابن وأنا كبير وامرأتي عاقر؟ الفكرة كلها إنك تدعي وعندك يقين بربنا، ومن كتر ما أنت متيقن ما تحملش هم الإجابة اللي هو أنا مؤمن بالله بس أنا مش فاهم إزاي دعوتي هتستجاب. فربنا رد عليه وقال له هو عليا هين. حاجة عاملة كده زي إنك تروح لمديرك في شغلك الجديد اللي يدوب بقالك فيه شهرين، ولله المثل الأعلى طبعا، وتقول له أنا عايز أزود مرتبي 100 ضعف فيوافق. فتقول له إزاي ده أنا لسه جاي من شهرين. بس تعالوا نشوف سيدنا زكريا دعا إزاي. الحقيقة إنه دعا ربه دعاء خفي كأنه بيتكلم معاه وبيحكي له عن مشاكله. دعا ربنا بمنتهى الأدب والرقي، وربنا استجاب له بمنتهى الكرم والرحمة. لا كتب على الفيسبوك ادعوا لي ولا خرج للناس يأمنوا الدعاء، ودي كانت أرقى طريقة للدعاء. فالمعادلة البسيطة اللي بناخدها من الآيات عشان دعائنا يستجاب هي مناجاة، يعني صلاة ونداء زائد توضيح. أنا يا رب كبرت وخايف من الموالي اللي هم ولاد عمي وأنا لوحدي. وبعدين الطلب من غير أي مقدمات اللي هو هب لي من لدنك وليا. عشان إيه؟ عشان يا رب يورثني. وكل ده بيحصل في السر بينك وبين ربنا عز وجل. عايزة أقولك مفيش حاجة كبيرة على ربنا. ربنا أكبر من الدعاء وأكبر من الإجابة، عشان كده ادعي وما يهمكش.